إلا غادي تشري دارك في البلان، خاصك تعرف التغييرات اللي وقعوا في القانون المتعلق بالبيع في البلان رقم 0044. هذا القانون الجديد جاب 4 تغييرات أساسية بالنسبة للشاري وحتى المنعش العقاري. أولاً، هذا القانون جا باش يحد من ظاهرة نواغ، والمنعش العقاري لازم يصرح ب100% من ثمن البيع وإلا العقد غيتلغى. ثانياً، الشاري كيستافد من ضمانة لاستكمال الأشغال ديال البني، وهاد الضمانة كتعطيه الحق في الحصول على تعويضات مالية في حالة ما كملش البني. ثالثاً، الشاري يمكن يطلب الحجز التحفظي إلا خلص 50% من ثمن البيع على الأقل. رابعاً وأخيراً، العقد الأولي للبيع غيتحسن وغيتزادوا عليه تغييرات. التغييرات اللي حصلوا بالنسبة للمنعش العقاري: باش يسيني العقد الأولي للبيع خاصو يحصل على رخصة البني، باش ياخد تسبيق خاصو يكون عنده رخصة البني. بالنسبة للشاري، 2 حوايج مهمين خاص يكونوا في العقد: ثمن ومواصفات البني. الشاري يمكن يلغي العقد ويطلب تعويضات مالية إلى تعطل المشروع. الشاري ولا عنده الحق في مهلة شهر ممكن يلغي فيها العقد ويقدر يرجع فلوسه في مدة أسبوع.